في يوم مشمس وجميل، كانت لولو بنت عندها 9 سنين نايمة وسط أوضتها اللي مليانة فوضى. اللعب في كل مكان، الهدوم على الكرسي، الكتب مفتوحة على المكتب، ورورو دبدوبها المفضل واقع على المخدة وسط الكركبة. شمس الصبح بتدخل من الشباك وصوت العصافير مالي الجو، ولولو بتضحك وهي بترمي لعبة ورا لعبة مبسوطة بالفوضى. لكن فجأة صوت المنبه رن. اتخضت لولو، قامت تدور على شنطتها وكوتشيها ومفيش حاجة في مكانها. كل ما تفتح درج تقع منه لعبة، وكل ما تبص تحت السرير تلاقي تراب وحاجات ضايعة. وفجأة لاحظت إن رورو كمان اختفى. نزلت على الأرض تدور تحت السرير، ولقت رورو متغطي تراب ورجله مقطوعة شوية. اتزعلت جدا ومسحته بالمنديل بحنان والدموع في عينيها. وقتها فهمت إن الفوضى ضيعت حاجتها الغالية. قامت لولو بهدوء، بدأت ترتب لعابها، تحط الكتب مكانها وتطوي هدومها. والشمس بتنور الأوضة أكتر وأكتر كل ما بتنضف. وفي الآخر الأوضة بقت جميلة ومنظمة، ولولو قعدت على السرير، رورو في حضنها مبتسمة وفخورة بنفسها. دخلت ماما وبصت حواليها، ابتسمت وحضنت لولو بحب، وصوت موسيقى هادية ملى المكان. ومن اليوم ده لولو ما بطلتش ترتيب أبداً. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.